مطعمة بالحضور الكثير من المهتمين وكذلك الحضور الأساتذة لهم هدف في هذا الاتجاه، حققوا في الميدان الثقافي مجموعة من النجاحات التي سنحاول بحضوركم أن نستفيد منها. معنا الدكتور والناقد المتميز حميد باتو الذي عرف باشتغاله الجاد والجيد في الساحة الثقافة السينمائية. حميد باتو صباح الخير. كذلك معنا الدكتور وهو جميع التعليم وليس لي أن أقدمه هو في مدينة وجدة، الدكتور مصطفى رمضان. من مراكش كذلك كما ألفناه وهو عضو لجنة التحكيم وأبطل الورشات وله الكثير من الكتب النظرية التي نستفيد منها ولا زلنا نستفيد، وهو ناقد يشتغل في صمت أكثر مما يشتغل في الضوضاء وأكثر مما يشتغل في الأضواء. الأستاذ كبير يوسف والأستاذ جامع أحمد كامون هو من بين الشخصيات اللي هو كذلك يصعب على تقديمها نظرا أنكم تعرفونه جيدا. سيتدخل في هذه الندوة في هذا الربيع العربي في السينما بعد الربيع العربي أستاذنا محمد محمد. في البداية سنعطي الكلمة للدكتور أستاذ حميد باتو لكي يدلي بدوره في هذا الاتجاه، على أن نأخذ الكلمة تباعا لكي نعطي بعض اقتراحات وبعض الرؤى وبعض الأشياء التي تخالجنا نحن كسينمائيين ما بعد الثورة العربية. أستاذ حميد باتو لتفضل مشكورا. شكرا صديق والمذيع الشاعر أحمد العلوي على إدارة هذه الجلسة وعلى تقديمنا لهذا الشيء الجميل. شكرا لكم، تحية ثقافية الجميع، وشكرا لمن سمعنا للحضور في ندوة أعتبرها متميزة وأيضا جديدة باعتبارها تقترب أن تقارب السينما كصفة لما هو طارئ وجديد في الواقع العربي وهو الثورات العربية. طبعا يعنيني أن أسائل المحور أولا وأن أسعى إلى يعني تفعيل مجموعة من الأسئلة وليس صياغة إجابات محددة حول المحور. ثانيا مني طبعا المساهمة مع مقترح الندوة ومع الإخوان الدكاترة والنقاد والباحثين في ضرورة ما يمكن أن يفيد المحور وما يمكن أن يساهم في توجيه طبعا النقاش الذي سيتم هذا المحور. وأنطلق من مسألة أساسية هي أن المحور يبدو برأيي مطمئنا ليقينيته باعتباره طبعا يربط بين السينما وبين حركية وقرها مسألة إيجابية، ثم أنه ينتقل لمساءلة آفاق السينما، وهذه مسألة أيضا تنمية تعد إيجابية، لأن مسألة السينما تعني في الأساس البحث عن آفاق لها والبحث عن كيفية كسب رهانتها. المسألة الثالثة هو أنه يغامر، والمغامرة الجميلة طبعا في مجال الذكر والإبداع، يغامر باقتراح الحديث عن ربط السينما بما بعد الثورات، وأنطلق من هذه المفاهيم المثالية لإشكالية المحور للمشاهد لأطرح أسئلة تبدو من موقع الخاص فقط أنها مشروعة، يعني هي
هل يعني تم إنجاز الثورة العربية بالفعل في الواقع؟ يعني هل فعلا الثورة الآن في الواقع العربي؟ هل يصح عن مدى الثورات في الواقع العربي؟ هل الثورة هي مرحلة تبدأ وتنتهي وتحكي يعني أجوبتها؟ هل يمكن نقرأ الثورات يعني في حقيقتها في مفهومها النظري يعني مقطوعة عن إجابات الثورية التي تختلقها للواقع وبكل حقوله، لأن المفهوم في الثورة مفهوم الثورة يعني تسويد الواقع وتسويد علاقاته العامة أي تسويد مجموع حقوله بما في ذلك السنين. ثم أنا نغامر بأن نسير لفشل يعني سند شيء طبيعي وموضوعي في مجال آخر يعني في موقع آخر هو الموقع الغربي بالأساس يعني سياق التحديث المدعية حيث كان مشروعا مثلا في مجتمعات أنتجت التقدم وأنتجت الحداثة وأنتجت مدى يعني الأنظمة الشمولية وأنتجت يعني مدى التغيير اللي كان من الطبيعي أن تتبلور خطابات تتحدث أو خطابات المدى التي تتحدث عن المدى، ولكن في واقعنا هل يستقيم برأيي يعني أن هل يستقيم بهذا الحديث؟ لا يجري أن نقصد الحديث والإشكالية والتحدث عن النقدية باعتبار ما ننجزه الآن يدخل في إطار ما تدريس في نقد الصورة، لأن الصورة التي تعد النهضة آخر مطار في مجتمعاتنا هي مشروع الإنجاز الذي يتحقق بمعنى الصحيح والموضوع للثورة. إذا كنا نفهم الثورة باعتبارها تغييرا لعلاقات الإنتاج لنمط الإنتاج لإدعام ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. إذا تحدثنا الثورة يعني في الواقع نتحدث عن يعني مدى الثورة. إذا الثورة برأيي هي مسار وصيغة تبدأ تشتغل في زمن محدد ثم تصوغ إجاباتها، والثورة الحقيقية هي ثورة تبدأ وتنتهي يعني لأن حقوق معين تحتاج إلى أن تجدد أسئلتها وتحتاج إلى أن تقترح إجابات دورية لما يطرحه الواقع العام يعني في المستقبل. هذا من جهة أخرى الحديث عن السينما ماذا يعني عن السينما يعني لا تتحقق الآن ولكن يجب أن تتحقق بأفق منظور ما يعني سؤال مشروع وطبيعي، ولكن هنا قد ننزل كمرتبط بالسينما من تحليل السينما ونقلها إلى استمرار لها. وهنا أيضا نطرح سؤالا يعني عارضا: هل تستقيم يعني الإجابة عن يعني النظرية عن ما يجب أن تكون عليه يعني السينما في الواقع، لأن النقد السينمائي بالأساس وحديث السينما يبدأ من واقع ما من أرضية السينما هي الأرضية المقترحة في الواقع السينمائي الإبداعيا والتحليليا والتأثيريا وزمنيا إلى آخره لصياغة أفق ما، لأن نتحدث عن يعني ما يجب أن تكون عليه السينما مستقبلا، يعني أن ننظر السينما والنظرية مرهونة بشروط عديدة أخرى يعرفها يعني من يدرك ما هي النظرية على المستوى النظري على المستوى، ولكن يعني أقترح هذه المداخل يعني بغية يعني تطوير مسلماتها يعني رائجة لا في السينما والحديث عنها ولكن في الواقع وفي يعني ثمرات الواقع وفي كل ما سبق. ويعني لي أن أنتقل في مستوى آخر من مداخلتي إلى الحديث عن بعد الثورة في الممارسة السينمائية السورية، لأنه نتحدث عن السينما والثورات العربية يعني أن نعي الموقع الذي يجب أن ننطلق منه في هذا الحديث، لأنه يعني عدم وعي الموقع يعني في آخر المطاف إنتاج مفتي في الملتبس صدد موضوع مقترح المناقشة وصدد واقع الثورات العربية وصدد السينما العربية، وهي أن تكون عليه في مستقبل يعني مأمول قريب أو بعيد. ويعني استحضار السينما والثورة لا يمكن أن يستقيم إلى استحضار يعني تراث
هذه الجدلية بين السينما وبين يعني الممارسة الدولية بالواقع والمقارنة بين التجربة السينمائية الإنتاجية، يعني أشياء يمكن أن نعود إليها لإنارة هذا النقاش والحديث عن العلاقات الممكنة بين السينما وبين الثورة الاجتماعية أو السياسية. والطريق في المسألة قد أعرف ما يجب أن تكون عليه السينما، هو أن السينما لا يجب أن تفكر فيها إلا من مدار الحرية والديمقراطية ورفع صوت الإنسان وتمجيد الحياة الطريقة وتمجيد تفاؤل الطريق طبعا. وأظن أنه حين نعالج السينما بهذا المعنى سنجد تجارب عديدة في السينما الإنسانية حاولت أن تشتغل ببناء ملامح هذه السينما، وقد أعود إلى التجارب الأولى المفصلة بهذا المسار من الربط الجدلي بين حقيقة السينما وحقيقة الحراك الاجتماعي. قلت أعود إلى مرحلة الثورات الإيرانية في السينما، أعود أساسا للتجربة السوفيتية وللغة الاعتبار خاصة إيزنشتاين وليغابرتوف مثلا. فحين اقترح المعلم يعني إيزنشتاين على نفسه يعني هذا الربط بين السينما وبين الواقع، لم يفكر في نقل الثورات باعتبارها مضمونا وفكرة فقط، بل فكر في إنتاج الأدوات الفنية القليلة لنقل المظالم الثورية. وهنا سيتم مثلا المنتج وصيغة يعني تشغيله في السينما يعني هو الوجه الثوري المعبر عن ثورية هذه السينما. إذا كان بالنسبة لمرحلة التجربة سيستهدف ليغابرتوف أسلوب الوثائقي وجد الوثائق في آخر المطاف كثيرا للشهادة على الواقع، وآخر المطاف خدمة ثورية السينما. إذا لا ليغابرتوف ولا إيزنشتاين يعني انشغل بشكل مباشر يعني المضامين، ولكن لديهما طرح عن نفسه تطوير اللغة الفنية، تطوير الشكل الفني كمدخل لبناء سينما ثورية. وفي هذا الثاني المداخل ستتكرر يعني الدلالة الثورية من خلال الربط الجدلي بين تطوير الأشكال الفنية وبين تحويل يعني مظاهر ثورية. يعني هذا المنحى هو الذي تستثير فيه تجارب أخرى أمريكا اللاتينية، الشيلي، البرازيل، الأرجنتين، يعني في السينما التاريخية مع مواقفها. هو أيضا ما يعتمده مستجدات في السينما السياسية أيضا لتخلص كل هذه التجارب إلى مسألة يعني جدا هامة أعتبرها خلاصات لا يجب أن نقرأ يعني حقيقة ما يجب أن تكون عليه السينما الدولية أو السينما الثورات أو السينما الثورات العربية إلى الاستحضار هذه الأشياء وأحصرها في الأساس. فما يستنتج من كل يعني قراءة تراث يعني التجربة الثورية بهذا المعنى كما حدثته سابقا، هو أن ثورية السينما لا تقرأ بثورية أدواتها الفنية أولا، وارتكازها على وعي جديد ينشغل بإنتاج معرفة جديدة بالواقع وبالسينما، وفي انتهارها أيضا العضوي في حركية المجتمع ومشروع تحويله، باعتبار ذلك ما يعطي المعنى الحقيقي للسينما التي لا تعني يعني تلك الممارسة الذاتية المعزولة عن الواقع، ولكن تعني كونها علاقة اجتماعية من ضمن العلاقات الاجتماعية الأخرى. وثورية السينما هي أيضا قدرتها على الشهادة على الواقع خدمة للتاريخ واحتياجاته في الوقت الذي تكون فيه الشهادة ضرورة في منطقة التاريخ طبعا كما هو الحال بالنسبة لمنطقة التاريخ في المرحلة الثالثة الحالية بالنسبة للثورات
العربي. إذا تدخل من هذه لو شئت الخلاصات، المسألة الأخرى أقترحها كخلاصات هو أن السينما بهذا المعنى الثوري لن تنشغل بالقضايا الخاصة ببلدانها لأوطانها فقط، ولكن انشغلت بجرح اللسان، انشغلت بالاستبداد ببقية البلدان الأخرى لدى الإنسان حيثما وجد. لهذا أو من هذا المنطلق تفهم كيف معنى يأتي مخرج إيطالي ينتج فيلما يعني رائدا في سينما ثورة عن العربية هو يعني معركة الجزائر. ونفهم أيضا من هذا كيف يأتي مستقبلا كمخرج في اليونان أو الجنسية الفرنسية ينتج أفلاما عن الدكتاتوريات وعن مواجهتها في أمريكا اللاتينية. ثم كيف تأتي مثلا مخرجا في روسيا أو في بلد آخر الإنتاج يعني أفلام حول يعني الفاشية فرانكو أو نادي التسير وغيره. إذا هل هناك سينما الآن فيما تراكم الآن مع هذه الثورات بهذه المنابر؟ لأننا حين نقرأ الآن الموجز الفيلمي الحادث المصاحب للثورة ليس أفلاما عديدة قد أحصل منها مثلا لا قصة بعد اليوم وهو فيلم طبعا الثلاثي في بين أفلام أكثر تداولا على مستوى المهرجانات التي ارتبطت بهذا المحور. ثم الثورة وهو أيضا فيلم مصري كذلك. ثم 18 يوم كأحد الأفلام المهمة البارزة التي وقعها مجموعة من المخرجين المصريين للشهادة على الثورة وتسجيل وقائعها وانتهاء موقف منها. ولكن المفارق هو أن هذا الفيلم نفسه سينسخ بشكل ذاتي باعتباره يعني شتم الثوار ولأن من نتجه له علاقة بالنظام السابق وهكذا. إذا فهناك أيضا كيف تسجل يعني ديكتاتورية ولقطات أخيرة وأفلام أخرى يعني عديدة حين نشاهدها ونحاول تأملها لأنها يعني تنزاح بين ما يمكن أن نسميه بإعلام الكل طبعا الذي تطور أساسا بصيغة يعني أفلام صغيرة يعني تروج عبر يوتيوب وقنوات الاتصال الحديثة، وأيضا بين الربطات وهو آخر له علاقة بالحق الإعلامي الصحفي أكثر من علاقته بالسينما، وبين يعني الفيلم التسجيلي يعني ليس تسجيلي يعني لحظات معينة فينطبع بالعقلية أحيانا بالكون المباشر وبأشياء أخرى. يعني في هذا الطرف الحاضر الآن يعني نطرح سؤالا جوهريا: هل نستطيع التحدث عن سينما حقيقية يعني سينما ثورية أو على الأقل سينما مناصة يعني توظف يعني الثورات الموجودة في الواقع أو تستجيب للهدف الثورية الواقعية باعتبار هذه الثورات في الواقع هو يعني تفسير السائل تفسير نموذج نقص هيمنة يعني لا يهيمن إلى آخره. ولكن تكون هذه النماذج هل يعني حصل بعض من هذا؟ يجب إجابة يعني والالتزام أيضا ولبناء يعني لا يمكن أن نجعله كخلاصة لمحور ندوة. يعني هل هناك من سينما أو ملامح السينما بعد الثورات يعني في صياغة إجابة عن هذا الأمر؟ لا يجب أن نقرأ الأفلام الموجزة حاليا فقط، بل يجب أن ننطلق بالأفلام الموجزة يعني أفلام الثورة ليس أفلام ثورية ولكن أفلام الثورة واحد. أن نقرأ أيضا حركية الثورة في وقعها وفي أطلقها باعتبارها حركية غير منتهية وغير محسومة، لأن مثلا حسمه هو تغيير أنظمة أو رموز أنظمة أو ممثلين أنظمة في اليمن في ليبيا في تونس في مصر إلى آخره. ولكن الجوهر في الثورة هو تغيير البنيات المجتمعية في تغيير علاقة الإنتاج فتغيير نمط الإنتاج، وهذا لم يحصل. هذا مشروع للإنجاز في أفق الثورات.
إذا قلت بغاية الاستثناء هذا أيضا يجب أن نعود للتراث السينمائي عن أقل وطني، وفي التراث السينمائي الوطني ما يعني يوجه يعني الإجابة وبناء النموذج، ولأكون حتى نعود النقاش أيضا لأن أحيانا نقترح السينما والثورات العربية لظروف تواجه موضوع مركزي فقالت هو السينما المغربية والثورة المغربية. السينما في المغرب والعراق الاجتماعي المغربي، هذا هو السؤال الذي يطرح في المغرب باعتبار موقع المغرب هو موقع مغربي. إذا فهل هناك إجابة عن هذا المحور؟ يعني هل ننجز الثورات في المغرب طبعا لتحقيق أهداف دولية واحدة؟ ثم هل هناك سينما ما يعني في التراث السينمائي في الواقع الحالي يعني تتجه لهذا الأفق؟ طبعا في الواقع الحالي طبعا يجب أن ننتظر الآفاق إلى آخره، ولكن سأعود يعني لمرجعية أساسية على هذا المستوى ومداخل فقط إشارات وأنهي هذا الحديث. هي إني أعود لمرجعية أساسية هي مرجعية محمد الكاش كأحد الذين برروا ووقف وتطورا وعملا إبداعيا يقترح ملامح يعني بين أن تكون عليه السينما البديلة في مجتمعنا، وأعطي إشارات فقط منها تركيزه على مواجهة السداد والنموذج وتفجيره، ويقول ركاب على هذا المستوى لقد طرحنا في التسعينيات إنتاج سينما يعني أخرى يعني تسعى إلى يعني القطع المعطيات الإنتاجية الأمريكية، واعتبر هذا وجه الوجود يعني السينما البديلة في أن نبحث عنها، أي كيف نقطع مع ملامح الإنتاجية لنموذج لنا بقوة في الواقع السينمائي. ثم مسألة أخرى يختلفها الرجال كذلك هي جدلية الفن والسياسة، ويقول أيضا في فكرة أساسية يجب على سينمائنا أن يسهل العلاقة بين الممارسة الفنية والممارسة السياسية، وأيضا أن ينتبه إلى الوظيفة السينما باعتبارها ليست وظيفة للتسلية ولكن وظيفة من أجل يعني ثقافة ثقافية، ومن أجل يعني السينما لا تخرج ولا تفشل من حول من نحن وإلى أي جهة يجب أن نتجه. ثم الإشارة الأخيرة والمهمة يعني في هذا التطور هي الخصوصية الفنية واعتبار الهوامش هي الأصل. ويقول الراحل الرجال على هذا المستوى تركت في أعمالي كتابة سينمائية بإشارات ورموز معينة، فلا بد أن نحكي نحن بطرق هامشية أو أن نحكي بالقصة في حد ذاتها، فالمهم هو التفاصيل الصغيرة وتلك الهوامش التي لا نعيرها اهتماما في غير الأحيان. إذا نرجع بصراحة مسألة مهمة في مرحلة هامة هي مرحلة بناء مشروع السينما الوطنية الذي استجاب يعني طبعا بحركيات المجتمع في التسعينيات وبداية الثمانينات، وهذا طبعا ما سيغيب في تجارب سينمائية أخرى ولن تلتفت إليه إلا من بينها يعني تجربة حاتم بن عباس التي تحاول أن تركز على هذه الهوامش على النمط وعلى المصادر يعني في معناه وله معنى طبعا في الوجود العام. وطبعا هناك أعمال أخرى تشتغل بهذا ومن خلال يعني أقل مشاهدة في الفيلم في العرض العالمي حاول أن يشتغل بهذا يجعل من رموز من علامات من أشياء مهمشة أن تقول يعني ثورية السينما وأن يراجع على مضمون ثوري ليحقق ثورية السينما، والأمل هو أن ينتبه إلى هذه الرؤى والتطورات المهمة في تجارب ثورية السينما المغربية ويستطيع الإجابة عن ما يجب أن تكون عليه سينما في الآن في الثورة وفي ما تكون عليه مجتمعات بعد الثورة أو خلال السياسية كذلك. شكرا لكم.